السلام عليكم غالياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رمضان للعبادة والراحة النفسية، مشي للتمارة والجهالة في الشغل. النقاء لازم يكون طول العام، مشي حتى يلحق رمضان باش نلعبوها بطالات ونقلبوا الدار، وفي الأخير ندخلوا رمضان مريضات وما نقدروش نصلوا ولا نعبدوا ربي كما يلزم. نديرو وقت محدد، مثلا 20 دقيقة لكل حاجة وبلا ما تعيي روحك. نهار لك راكب الخرداوات، نديرو وقت محدد، مثلا 20 دقيقة لكل حاجة وبلا ما تعيي روحك. نهار لك راكب والخرداوات. نحي الزايد، خصي 20 دقيقة دوري فيها على الدار كاملة. الحاجة اللي تترمق ارميها واللي تصدق صدقيها، المهم فرغي الحالة بلا ما تبداي تنقي، غير تنحي الزايد تخفيها في الدار. نديرو نهار للمطبخ والبلاكارات، رتبي المواعين اللي تحتاجيها في رمضان قربيها ليك، ومواعين تاع الضياف خليهم بجهة ما تزيديش فوق 20 دقيقة. نهار للأجهزة، نهار للفريجيدان نقيها ومسحيها، ونهار للفور ولا بلاصة اللي تحت البوطاجي. نهار للخزانة القش، وقعدي رتبي قشك وقش ولادك في غرضك براحتك حتى 30 دقيقة. تقدري تسمعي فيها كاش حاجة ولا تتفرجي ما تحسيش بالوقت. وغرفة تاع الدراري، خليهم يعاونوك يفرشوا سريرهم، يرتبوا ألعابهم ويرموا الأوراق والكتوبة اللي ما تحقوهمش. علميهم المسؤولية وانتي وجهيهم برك بلا ما تتعبي. صالون وبلاصة القعدة، ركزي على البلاصة اللي تفطروا فيها وتقعدوا فيها بزاف. مسحي الغبرة، بدلي الديكور خفيف ونقي السجادات تنظيف جاف بلا ما تغسليهم بالماء وتمرملي روحك في هذا البرد. ركن الصلاة هذه أهم حاجة، لازم تكون البلاصة اللي تصلي فيها نقية وريحتها طيبة، والسجادة الصلاة وحوايج الصلاة يكونوا مغسولين ونقيين. ما تفوتيش 20 دقيقة في كل بيت باش ما يهربش عليك الحال ولا يوجعك ظهرك. ارحمي عمرك، إذا حسيتي بالتعب قعدي وريحي، الشغل ما يخلاش والصحة إذا راحت ما توليش. بدلي العقلية، ما تديريش الجهالة، ما تتجهليش في الميناج الكبير قبل رمضان وتدخلي رمضان وانتي كاو. رمضان شهر الروحانيات والعبادة، مشي شهر رفع الأثقال. تحضيرات مسبقة إذا قدرتي ديريها. ديري شوية طماطيس في اللي يقوبلي، يعني في الكيسان جوطاب ولا في العلب، قصبر مقطع معدنوس باش تنقسي الجلبانة في أكياس. القرنون خبي القرنون، هذا صوالح وجديهم شبح السفرة. لكن قدرتي توجديه كاين بزاف حفايج تنجمي توجديهم باش تنقصي على روحك الوقاف في الكوزينة، بصح ديريها بذكاء وبلا ما تضغطي على روحك. خلاصة الهدرة، كوني رحيمة بروحك وبصحتك، هي تاج فوق راسك. ديري خطة بالورقة وستيلو وامشي غير بالعقل، والدار تترتب ويدخل عليك بالصحة والهنا. ولمزيد من النصائح والتنظيمات لشهر رمضان وبعد رمضان، فضلا وليس أمرا، البنات خواتاتي تابعوني من فضلكم.